بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنشرح لحضراتكم التايمر وطريقة ظبطه وازاي نشغله في المكان التربية مع خلايا التبريد. طبعا هنفك التايمر قدام حضراتكم اهوت. ده التايمر اهوت لأول مرة اهو. طبعا كلنا بنشتري التايمر اليدوي بيكون بالشكل ده. هنا مرقم قدامنا لحد من 1 لحد 24، يعني ال24 ساعة. تمام، احنا بنجيبه بنطلعه من الكيس بتاعه بنلاقيه بالشكل دوت كده. اول حاجة بنعملها، طبعا الموضوع بسيط جدا، اول حاجة بنعملها بنوصله في الكهرباء اهو. بنوصله في الكهرباء. طبعا قبل ما نوصله في الكهرباء لو حابب نظبط التايمر يشتغل كام ساعة، يعني انا دلوقتي معايا خلية التبريد، انا هظبطها مثلا ان هي تشتغل خلال ال24 ساعة، تشتغل ساعة وربع وتبطل معايا ربع ساعة. طبعا ده من خلال الدايرة السمراء ديت زي ما احنا شايفين ديت. طبعا الدايرة السمراء ديت طبعا انا منزلهم لتحت، هبدأ ارفعهم لفوق واوري حضراتكم اهم. ارفعهم لفوق بصابعي كده. تمام تمام. انا ارجعه زي ما هو جاي جديد. انا كده رفعت جزء لفوق اهو، وبقية الأجزاء زي ما هي، بحيث إن أنا أشرح لكم على الجزء ده. طبعا إحنا عندنا هنا كل سن، ده السنون السمراء، ده سن اهوت برفعه لفوق. ده كل سن عبارة عن ربع ساعة، فأنا بنزل 5 سنون لتحت، 5 سنون بنزلهم للأسفل، يعني بساعة وربع، وبسيب ربع للأعلى. الربع اللي أنا بسيبه دوت مجرد ما التايمر بيجي عنده بيروح فاصل خلية التبريد اللي شغالة وفصل الكهرباء تماما لمدة الربع ساعة ديت. طبعا الربع ساعة اللي هي السنة اللي انا حاطط عندها 7 ديت، مجرد ما اجي بعدها كده وانزل لتحت الربع ساعة بتخلص ويبدأ التايمر يشتغل معايا كمان ساعة وربع. خلايا التبريد تشتغل لمدة ساعة وربع، وبعدين تقف ربع ساعة اللي هي سنة بنسيبها، وبعدين نظبط ساعة وربع تاني تشغيل. كده 5 سنون اهمت بساعة وربع، ونسيب سن يفصل عند ربع ساعة. التايمر دوت بيلف معانا، ممكن تلففه بإيدك، ممكن تلففه بإيدك، بيلف طبعا معانا جهة اليمين لو انت عايز تسرع يده بإيدك، وتظبطه على أي ساعة انت محتاجها. وطبعا ممكن تظبط التايمر بطريقة تانية خالص، ان انت لو عايز تشغل مروحة مثلا من الساعة 2 للساعة 3، تروح جاي منزل السنون لتحت من أول الساعة 2 من المكان ده لحد الساعة 3، تنزل السنون السمراء لتحت، ومجرد ما الوقت يجي الساعة 2 تلاقي المروحة اللي انت مثلا ظابطها تبدأ تشتغل معاك وتفصل اوتوماتيك عند الساعة 3. ده استخدام التايمر معانا سهل جدا، مش محتاج اي شرح، بس احنا بنوضح لحضراتكم الطريقة. انا هنا بستخدمه مع خلايا التبريد زي ما احنا شايفين. هنا السنون اهيت، بنزل 5 سنون، يعني كده خلية التبريد هتشتغل معايا كل سن ربع ساعة في 5 سنون، يعني هشتغل ساعة وربع. وهيجي عند السن اللي هو اللي واقف دوت، والخلية هتفصل معايا الربع ساعة، وبعدين تشتغل ساعة وربع، وبعدين تفصل ربع ساعة على مدى ال24 ساعة. وده طبعا عشان الورق بتاع الخلية في الربع ساعة اللي بيطفي دوت يدي كفاءة أفضل في الربع ساعة ديت، بحيث إن المية بتكون اللي في الخلية بتكون نشفت، ويبدأ يرفع مية جديدة من البرميل. ده فايدته معايا. طبعا طريقة التوصيل والتركيب سهلة جدا عشان نركب التايمر مع بعض. وهنا طبعا الزرار الأحمر، هنا ده شرحه اهوت. الزرار الأحمر اللي في التايمر اللي في الجنب ده، طبعا في هنا علامة الساعة تحت اللي هي زي التايمر. طبعا انت بتخليه اللي ينزل لتحت كده يقوم التايمر يشتغل، ولو رفعته لفوق بالشكل ده يعني كده انت لغيت التايمر وهيشتغل مباشر. فطبعا انت جايبه عشان خاطر تشغله فبتسيبه لتحت. ديت فايدة الزرار الأحمر. وطبعا طريقة التشغيل سهلة جدا، مجرد ما بنوصل في الكهرباء
كده احنا وصلناه في الكهرباء، وبنوصل عليه الكهرباء بتاعة موتور الغاطس اللي هو بتاع خلايا التبريد، اللي هي ديت بالشكل ده اهي. دي الكهرباء اللي خارجة من البرميل من موتور الغاطس اهي، اهي معانا اهي. دي الكهرباء بتاعة الموتورين، بنوصلهم في مشترك وبعدين بنوصلهم في التايمر مباشرة. مجرد ما بنوصل هنا التايمر بيشتغل معانا مباشرة. طبعا التايمر هنا مش شغال معايا لان هو واقف. بص لو لاحظنا هنلاقي هنا الساعة هنا اهي معمولة قصاد الوقت الواقف اللي هي الربع ساعة الراحة اهي. فمجرد لو هتحركه بايدك كده، هتحركه بايدك نور معانا اهوت، والخلية بدأت تشتغل وبدأت ترفع معانا مية. وهتلاقي دلوقتي المية بتنزل اهيت من الصرف بعد ما شغلناه زي ما احنا شايفين. المية هتطلع في الخرطوم وبدأت تنزل في الصرف اهي، وهيفضل شغال معانا ساعة وربع، وبعدين هيفصل ربع ساعة زي ما احنا ظابطين قدام حضراتكم. وطبعا احنا هنبدأ نشغل الشفاطات عشان يعني كده وريتكم ايه فايدة التايمر معايا. وطبعا ممكن تعمل نفس التايمر دوت، ممكن تعمل تايمر للشفاطات معاك. لو انت محتاج الشفاط يفصل مثلا في ساعة معينة من الليل او بالنهار، ممكن تركب تايمر للشفاط عندك بحيث اللي انت عايزه يفصل من الساعة 12 للساعة 1 يفصل معاك بسهولة. طبعا دي كان شرحنا للتايمر، كنت فاصل الشفاطات عشان الصوت ما يطلعش فيه اي دغوشة. وهنا طبعا ده الترمومتر الديجيتال انا شرحت لحضراتكم. وهنا درجة الحرارة بدأت تعلى معايا عشان خاطر الشفاطات اللي مقفولة معايا. هبدأ اشغل الشفاطات، وده كان شرح النهاردة مع حضراتكم. ما تنساناش باللايك والاشتراك في القناة، ودمتم في امان الله.